هاي يوتيوب فاميلي، بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش مع بعض. اعتقد ان احنا بقالنا سنه، او انا بقالي سنه كامله ما نزلتش اي حاجه على اليوتيوب. بس انا كاي انسان جديد بيبتدي سنه جديده بيقرر انه السنه دي انا هحقق اهدافي اللي انا ما حققتهاش السنه اللي فاتت. فانا من ضمن اهدافي اللي انا نفسي احققها ان انا التزم باليوتيوب. اوكي، فانا خدت القرار ان انا هلتزم باليوتيوب. اوكي، واول حاجه هشاركها معاكم، بالنسبه لي الفيديو ده مهم قوي لانه حسيت انه وانا داخله 2024، لو 2024 دي اخر سنه ليا على كوكب الارض، فانا حابه اعمل الفيديو ده وحابه اساعد ناس تانيين، وحابه ان الفيديو ده يكون حاجه زي صدقه جاريه ليا عشان اساعد اشخاص ازاي يلتزموا بالصلاه وافرق معاهم حتى ولو 1%، اكون سبب ولو 1% ان هم ياخدوا خطوه الصلاه او ان هم يلتزموا بالصلاه. اوكي، فانا هقول لكم زي ما قلت لكم في الفيديو دوت ازاي انا التزمت بالصلاه، لان القرار ده انا خدته في بدايه 2023 او كان في شهر 9 2022. انا احتفلت خلاص بسنه، بمروري سنه على انتظامي في الصلاه، ودي اطول فتره انا التزمت بيها في الصلاه في حياتي. هقول لكم الحاجات اللي انا عملتها وازاي التزمت بالقرار دوت. اوكي، لانه بجد فرق معايا جدا في حياتي، وقد ايه السنه دي فعلا كانت سهله او مش سهله بس كانت حلوه جدا، وكنت حاسه ان انا مرتاحه فيها لان انا خدت قرار الصلاه ده والتزمت بالصلاه. بص، انا كنت دايما بسال نفسي سؤال: انا ليه مش عارفه التزم بالصلاه؟ او ايه السبب اللي بيخليني مش قادره اصلي؟ فدايما كنت بلاقي نفسي بجاوب سبب رئيسي، اوكي، وبعد كده اسباب تانية. بس السبب الرئيسي اللي كنت بجاوبه هو اني مش متعوده على فكره الصلاه من وانا صغيره. يعني ما كبرتش وانا متعوده ولازم اصلي او كده، تمام. فلما لقيت نفسي بجاوب كده فهمت فكره ان انا محتاجه اخلق العاده دي. يعني زي ما اتعودتش فانا محتاجه اتعود، زي ما هي مش موجوده في روتيني فانا محتاجه ادخلها في روتيني. زي ما دخلت حاجات كتير جدا في روتيني، زي ما التزمت بالتمرين وبتمرن عادي كل يوم، زي ما التزمت ان انا كل يوم قبل ما انام اعمل السكين كير بتاعي والهير كير واحط المينوكس دي لمده 8 سنين. فدي كلها عادات انا التزمت بيها. فهل بقى الصلاه انا مش قادره ادخلها في روتيني؟ فحاجات بسيطه فرقت معايا ان خلتني اعمل العاده دي، تمام. حاجات ماديه وحاجات معنويه. انا هبتدي لكم بالحاجات الماديه وهقول لكم الحاجات المعنويه اللي انا عملتها عشان اخلق عاده الصلاه. اول حاجه في الحاجات الماديه وهي اني دايما كنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اكون متوضيه معظم الوقت دايما. يعني حتى وانا قاعده كده وده مش وقت صلاه وخلاص صليت الفرض او كده، هقوم اتوضى لسبب بسيط: لانه انا بحاول اسهل على نفسي الدنيا علشان الشيطان ما يدخليش من الثغره دي، وخصوصا ان احنا في الشتاء والجو بيبقى ساقعه، فاللي هو يا انت لسه هتقومي تتوضي. على قد ما الوضوء ده حاجه بسيطه جدا، على قد ما الشيطان بيكبرها لك وبيتقلها لك وتحس ان هي حاجه تقيله قوي على قلبك. فانا كنت بسهل على نفس الموضوع وبقوم اتوضى كده كده عشان لما الاذان ياذن انا جاهزه، وانا اتوضى سوري انا جاهزه وهقوم اصلي لان انا كده كده متوضي. فدي اول حاجه فرقت معايا، او اول حاجه ماديه كنت انا بعملها. تاني حاجة كنت دايما بعملها وهي اني مهيئة البيئة المحيطة بيا للصلاة، اني دايما فرشة السجادة بتاعة الصلاة او المصلية، ودايما حاطة الاسدال جنبها بحيث انه الاذان يأذن انا متوضية، المصلية موجودة. دايما المصليه لما تكون موجوده المفروض هي مذكراني بالصلاه، اصلا انا في دماغي دايما فاكره الصلاه، فبالتالي على طول بقوم اصلي. حتى دايما خناقاتي مع سلمى اختي كانت تقعد تقولي شيل المصليه من على الارض، وانا اقول لها انا كده بحس ان انا دايما فاكره الصلاه مش ناسياها، لان سبحان الله برضو الشيطان هينسيك الصلاه. يعني زي مثلا تاخر على الظهر شويه، تمام، وهتلاقي نفسك بتعمل حاجه وهتلاقيه بيسحلك في حاجه في التانية في التالتة لغايه ما فجاه العصر يأذن، يا نهار ابيض ده انا ما صليتش الظهر. ففكره ان المصليه قدامي محطوطه على طول ده كان بيذكرني بالصلاه، كان بيسهل عليا الدنيا جدا. تالت حاجه في الحاجات الماديه اللي انا كنت بعملها كمان وهي اني اول ما اسمع الاذان اقوم اصلي. بجد يا جماعه النقطه دي مهمه جدا في اول بدايه خلق العاده بتاعه الصلاه اصلا. فكره ان انت كده بتبرمج مخك واحده واحده انه مجرد ما يسمع الاذان الله اكبر يبقى ده وقت الصلاه، يبقى اقوم اصلي. ما تسيبش او ما تاجلش الموضوع وتقول انا هخلص بس اللي بعمله ده وهقوم اصلي. زي ما قلت لك تاني الشيطان هينسيك والله العظيم وهيلهيك في 100 حاجه. فانا بخلق العاده، اوكي، فمجرد ما الاذان ياذن انا كده كده متوضيه والمصليه موجوده، انا هقوم اصلي على طول. فانا برمجت واحده واحده انه خلاص انا هقوم اصلي وهصلي الصلاه في وقتها كمان. دي بالنسبه للحاجات الماديه. بالنسبه بقى للحاجات المعنويه، اوكي، وهي اني دايما بجد الموضوع ده كان حلو قوي، انه
في اوقات انا كنت ببقى مثلا قبل ما اخد حتى القرار او كده، اوكي، او قبل ما التزم بيها، انه ببقى عايزه اقوم اصلي، انا من جوايا انا حاسه ان انا عايزه اقوم اصلي، تمام، بس مش قادره اقوم اصلي. فدايما كنت بردد دعاء الرب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي. والله يا جماعه حتى لو في اوقات العصر مثلا اذن وانا ما قمتش اوريدي صليت، يعني فاهمين، بس كنت دايما بردد الدعاء ده وبقول يا رب، يا رب اجعلني مقيم الصلاه، يا رب. يعني عارفين ان هو الهدايه بتيجي من عند ربنا، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي ما يشاء. فربنا هو اللي بيختار ان هو يهديك، اوكي. ففكره ان ربنا يهديك ده انت بتدعي ربنا يا رب اهديني، يا رب مهد لي الطريق ان انا اقرب ليك، يا رب خدني اليك. فده اللي انا كنت دايما بدعيه ودايما على لساني، انه يا رب اجعلني مقيم الصلاه، يا رب اجعلني مقيم الصلاه، انا نفسي اصلي يا رب، يا رب خدني ليك وقربني ليك. فسبحان الله لما بتفضل تدعي الدعاء ده كتير ربنا بيستجيب، وواحده واحده بتلاقي نفسك بتبتدي تصلي، وواحده واحده ربنا بتلاقيه بيهديك وبيمهد لك الطريق. وبعدين ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني ده جهاد، فكره ان انا بدعي ده جهاد، فكره ان انا عايزه اصلي ده جهاد، بجاهد نفسي، فكره ان انا عماله اجاهد نفسي كده ربنا هيهديني السبيل وهيقربني ليه. فده كان من ضمن الحاجات المعنويه اللي فعلا سهلت عليا الموضوع، والحمد لله ساعدتني ان انا اصلي. نيجي بقى للنقطه اللي بعد كده، وهي اني خلاص خدت خطوه الصلاه، تمام، وبدات واحده واحده ان انا انتظم في الصلاه. نيجي للنقطه اللي هي ايه كلنا بنقع فيها، انا انتظمت في الصلاه شهر اتنين، بعد كده برجع انتكس تاني، اوكي، وما برجعش اصلي وببطل صلاه، تمام. لما جيت سالت نفسي او قعدت نفسي وقعدت اتكلم كده ليه انا بيحصل لي النقطه دي، لقيت في شويه اسباب، اوكي. انا شخصيا كسيان بتحصل لي كان، بس من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي كانت بتحصل لي في الموضوع ده، وهي اني دايما كنت بفكر مثلا انه انا بعمل ذنب فلاني، ازاي هروح اصلي وهبقى ما بين ايدين ربنا وانا بعمل الذنب الفلاني، اللي هو باي عين راح لربنا. يعني جايلك عين تروحي تصلي وانتي لسه مثلا عامله الذنب ده. فكان دايما الشيطان يدخلي من النقطه دي، لغايه ما سمعت، مش فاكره مين اللي سمعته بيتكلم في الموضوع ده، اعتقد شيخ او كده، كان بيتكلم ان هو ده الفرق ما بيننا وما بين الشيطان او ما بين ابليس. بصوا يا جماعه، انتوا لو عملتوا سيرش في اصل الشيطان وكده هتلاقوا ان هو اصلا كان اسمه طاووس الملائكه، من كتر ما هو كان بيتعبد الى ربنا. بس ايه الغلطه الوحيده اللي الشيطان عملها؟ انه ربنا امره انه يسجد لسيدنا ادم، بس هو رفض، عاند، كابر، اوكي. وكمان كابر على فكرة ان هو يتوب، هو ما تابش لربنا، يعني على مر هذه السنين الشيطان ما تابش لربنا. فهو ده نفس اللي الشيطان عايزه بالظبط، انه تكون زيه، ان انت عملت ذنب يقول لك انت رايح لربنا على اي اساس؟ انت يا ابني انت مقرف اصلا، انت طايق نفسك ازاي كده، انت هتروح تتوضى وتصلي بتاع ايه اصلا، تمام. لان هو عايزك زيه، مش عايزك تتوب. يعني فكروا فيها بجد، هو مش عايزك تتوب، هو عايزك زيه. فبيكبر لك قوي الموضوع ويحسسك ان انت اوحش حاجه في الدنيا وما ينفعش تروح ما بين ايدين ربنا في الوضع ده. فبالتالي انت بتتحرج وتكره نفسك وتتخاذل عن الصلاه، تمام. انا كنت في حلقه او درس سمعته للشيخ محمد الغليظ كان بيتكلم عن الموضوع ده، انه في فكره التوبه نفسها، اوكي. فكان بيتكلم انه المفروض ان احنا لما نعمل ذنب، بصوا الذنب ده زي النقطة السوداء في القلب، ذنب نقطة سوداء في القلب. ازاي اغسل النقطة السوداء دي؟ ان انا عملت الذنب على طول استغفر واقوم اتوضى واصلي، يعني على طول. هو ده الحاجة اصلا اللي هي هتغفر لك الذنب ده، او هتمسح قلبك وهتخلي قلبك ابيض تاني ونقي، تمام. فبص بقى الشيطان دخلك من انهي نقطة ما تروحش، لان هو مش عايزك تتوب، مش عايزك تبقى احسن منه في حاجه، هو عايزك زيه تروح جهنم، تمام. فلو فكرت في النقطه دي، فكرت انه ربنا دايما فاتح باب التوبه، ربنا مهما عملت من الذنوب دون الشرك بالله فربنا هيقبل توبتك، هتحس انه لا. بعدين لما غيرت المايند سيت بتاعتي دي وتخيلت انه انا مهما عملت من ذنوب، اوكي، انا هرجع لربنا لان انا ملياش غير ربنا. فكنت بتصرف بالطريقه دي، فحسيت ان الموضوع بالنسبه لي مريح جدا. ودي بجد من اكتر الحاجات اللي ساعدتني ان انا التزم بالصلاه. احس انه انا هفضل اتوب لاخر يوم في عمري، انا هفضل اتوب مهما ارتكبت من الذنوب، لان ده جهاد نفس، وجهاد بجاهد نفسي وبجاهد شيطاني. فهو ده اللي انا عايز اعمله، وبجد الموضوع ده فرق معايا جدا، واتمنى ان هو يفرق معاكم. تاني نقطه كمان فرقت معايا في موضوع ان انا ارجع انتظم بالصلاه ده، هو اني او يعني انا خدت قرار الصلاه ازاي انتظم فيها، هو اني اخلي الباب دايما مفتوح ما بيني وما بين ربنا، او ما بيني وما بين الدين.
بصوا يا جماعه، الصلاه، فكره الصلاه زيها زي اي حاجه في الدنيا، مجرد ما بتاخد القرار ان انت تلتزم بيها بيبقى فيه موتيفيشن وحماس كده في الاول، بعد كده بتلاقي نفسك بتهبط. تمام؟ ازاي ما تهبطش؟ وهي انك تشحن نفسك تاني من اول وجديد. طيب ازاي اشحن نفسي وهي الباب بقى المفتوح ما بينك وبين الدين؟ اوكي، زي مثلا درس دين بتسمعه، اوكي، ده دايما بيفكرك بفكرة الثواب والعقاب، اوكي، دايما بيفكرك بربنا. كل الحاجات دي، الورد اليومي، اوكي، اذكار الصباح والمساء، الاستغفار، كل الحاجات دي باب مفتوح ما بينك وما بين ربنا، بتفكرك بانك دايما تصلي، وبتخليك وبتساعدك انك تلتزم بالصلاه. وبالذات دروس الدين هتفرق معاكم جدا. انا كنت حد، مش عارفه قلت لكم كده ولا لا، بس انا كنت حد ما بيحبش ابدا يسمع شيوخ خالص، ما كنتش بتقبل اي شيخ، لغايه ما قعدت اقول لنفسي لحد امتى؟ يعني لحد امتى هتفضلي مش بتقري في دينك، مش بتعرفي حاجه عن دينك وكده؟ لغايه ما حد نصحني ببودكاست بتاع وعي، وده يعني من مكاني هنا احب اشكرهم بجد، ما شاء الله ما شاء الله. هم دول كانوا من ضمن الاسباب برضو اللي ساعدتني الحمد لله ان انا انتظم بالصلاه وان انا اهتدي اصلا. بجد بشكرهم، وبشكر كمان صاحبتي اللي يعني رشحت لي البودكاست وكده، وارشحه لاي حد بجد، ده في حد كبدايه كده هيساعده قوي وياخد الخطوه ان هو ايه، يبتدي يقرب من ربنا وينتظم في الصلاه واحده واحده. تالت حاجه ساعدتني كمان ان هو انتظم في الصلاه، اوكي، فكره انه دايما بحاول احس بالذنب لما ما اصليش او في فرض يروح عليا واصليه قضاء. ركزوا في النقطه دي كويس قوي، احس بالذنب جوه قلبي، ما عديش الموضوع عادي، ما اقولش لنفسي انا فاتني العشاء النهارده، اوكي ان شاء الله هصليها بكره، او عادي. فكره انه احس انه عادي، احساس انه عادي ده في حد ذاته مش حلو. احساس انه عادي ده هتلاقي واحده واحده الصلاه او سجاده الصلاه بتتسحب من تحتك كده، وفي صلوات عماله تروح منك، وانت بتبقى عادي، مش حاسس بالذنب، مش حاسس بتأنيب الضمير، فالموضوع هيروح منك، وفجأة تلاقي نفسك بطلت صلاة خالص. بدل ما كنت بتصلي كل ال5 فروض 4 وانت عادي، فاتني النهارده فرض، فاهم؟ فعادي، فكرة العادي لا، كنت دايما بحس بالذنب، دايما بأنب نفسي. يعني مثلا فكره صلاه المغرب دي دايما عندي فيها مشكله، عشان بيبقى في الشغل وكله ورا بعض وكده، فمش بلحق وبخلص العشاء فكون العشاء اذنت، ده بالنسبه لي اكتر صلاه بجاهد فيها شويه. الحمد لله الحمد لله بصليها في وقتها وكل حاجه، بس بجاهد فيها شويه. فمثلا في ضمن السنه دي كلها او كده، ففاتني مثلا المغرب ده وصليته قضاء مثلا بتاع مرتين او 3، انا ببقى متضايقه قوي، يا فاتني النهارده المغرب وصليته قضاء، انا ليه عملت كده يا ربي؟ انا مش عايزه اصلي ولا فرض قضاء. فكره انه بحاول احس بالذنب، لانه انا مش عايزه احس انه عادي، لانه هو مش عادي. اخر نقطه حابه اتكلم فيها بالنسبه للموضوع برضو، الحاجات اللي ساعدتني ان انا انتظم بالصلاه وكده، والنقطه دي بالنسبه لي مهمه قوي، واعتقد كمان هتكون مهمه بالنسبه لكم، وهي اني ما كنتش بربط الصلاه بفكره انا حاجه عايزاها من ربنا. بمعنى، ركزوا معايا قوي في النقطه دي، انت مثلا عندك حاجه في حياتك نفسك فيها قوي، اوكي، نفسك انها تتحقق قوي، اوكي، او مثلا بتدعي ربنا بدعوه معينه، مثلا والدتك تعبانه، والدك تعبان، نفسك تدخلي الكليه الفلانيه، اي حاجه اي حاجه نفسك فيها قوي، وقعدت تقولي انا هقرب من ربنا قوي وهصلي وهدعي ربنا كتير على قد ما اقدر عشان الحاجه دي، ويا شاء الله ان الحاجه دي ما تجيش. تمام؟ انت ربطتي الصلاه بفكره الحاجه دي. تمام؟ هنا الشيطان يبتدي يدخلك ويقولك بصي انت تعبت ازاي، بصي انت دعيتي ربنا ازاي، وقعدتي يعني بقمه الخشوع والبكاء وفي كل حاجه قعدت تصلي وتدعي ربنا والحاجه ما جاتش، فتبتدي انت تتضايقي، فتبتدي انت تحسوا انه هو ليه ربنا عمل معايا كده، ليه ربنا ما ادانيش الحاجه دي، فيبتدي يدخلك من النقطه دي، وتبتدي تبعدي واحده واحده، وتلاقي برضو نفس الوضع، سجاده الصلاه بتروح من تحت رجلك وانت مش فاهمه ليه، لان انت ربطتي فكره الصلاه بحاجه نفسك فيها. ما ينفعش نربط الصلاه بحاجه نفسنا فيها، لان الصلاه كده كده فرض علينا، حاجه حصلت حاجه ما حصلتش، نفسك في حاجه ما نفسكيش في حاجه، اي حاجه هي كده كده فرض. يعني احنا مش طالعين نقول نصلي وما نصليش، هي كده كده فرض واحنا لازم نصلي. تمام؟ فما تربطيش حاجه نفسك فيها في حياتك بالصلاه، ما تربطيش فكره قربك من ربنا، اوكي، بحاجه نفسك فيها. تمام؟ لان ساعات انه ربنا بيدينا ابتلاءات واختبارات عشان يبقى عايز يعرف احنا بنحب كفايه ولا لا، يعني احنا قربنا كفايه عشان بنحب ربنا ولا لا. ربنا عايز يشوف انا هبتليكي بالحاجه الفلانيه ان انت نفسك فيها قوي،
هتصبري ولا لا؟ يعني هتبقي كده، ولا انت بس قررتي عشان انت نفسك في الحاجه الفلانيه دي وبعد كده تزهدي؟ لا، ده ما جيتش انا زهقت ومشيت. فتاني ما تربطوش الصلاه اوكي بحاجه انتوا نفسكم فيها. انا كده خلصت كل النقاط اللي ساعدتني ان انا التزم بالصلاه شويه. تمام. انا عايزه اقول لكم حاجه على اهميه الصلاه، بس انا مش هقول اهميه الصلاه لان احنا كده كده عارفينها. هي كده كده الصلاه اروع حاجه ونور وبتحس بهدايه بطريقه مش طبيعيه. بس انا هفكركم بايه لما ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. الا المصلين. يعني طبيعتنا ان ربنا خلقنا دايما خايفين، عندنا حاله من الهلع والخوف، الانكزايتي بتاعتنا عاليه قوي، دايما مشتتين، دايما خايفين من بكره، متوترين وهنعمل ايه. اوكي. الاحساس ده عشان او الحاله دي عشان نخرج منها نصلي. الا المصلين. قد ايه الصلاه مهمه، وقد ايه الصلاه هتحسسك بالامان، وقد ايه الصلاه هتحسسك ببركه في يومك، وقد ايه الصلاه هتحسسك انك قريبه من ربنا ومش شايله اي هم اي حاجه. انا بجد يعني لما ببقى مصليه الخمس صلوات كده بقول يعني يا رب خدني دلوقتي، يا رب خدني دلوقتي، لان انا حاسه ان انا مبسوطه وخلاص انا مصليه كل فروضي، انا مش عايزه حاجه تاني من الدنيا. فبتبقى في حاله كده من الطمانينه يعني السكينه اوكي بتبقى ولا اروع. فبجد بجد يا جماعه حاولوا على قد ما تقدروا انكم تاخدوا الخطوه دي. انا تاني مش موضوع تاخدوا الخطوه دي، انا مش طالعه اتكلم في نصلي ما نصليش، هي كده كده الصلاه فرض، بس يعني اتمنى ان انتم ما تاجلوش الموضوع وتقولوا لما نكبر. او عارفه في ناس بتفكر بالطريقه دي، بس لا ما تفكروش بالطريقه دي لانه الموت مش كبير على حد اوكي. وان في ناس بتموت عادي وهي صغيره. فالصلاه ولا اروع بجد، وربنا يهدينا ويثبتنا يا رب، امين امين على الصلاه اوكي. وبس انا قلت لكم كل حاجه ساعدتني ان انا اصلي. اتمنى لو الفيديو بجد عجبكم او ان هو فاتكم ولو ب1% اوكي تشاركوه مع اصحابكم لو حاسين ان هو فعلا هيفرق معاهم وهيشجعهم على الصلاه وكده. وبس اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي.